غلطة فظيعة شنيعة بشيعة عملتها في خط الفارسي. طبعا استخدمت فونت او استخدمت التخانة بتاعت قلم غلط، استخدمت العملاق ده، وبعدين بقى معرفت تخانات الخطوط فرجعت بقى تاني واستخدمت ده اهو. تمام. طبعا استاذ ابراهيم بدر اول ما شاف اتخض، بس انا وريته يعني عشان اوريه المحاولات اللي انا حاولت اعملها اهو عشان خاطر اعمل حروف. وبعد كده بدأت بقى مسكت القلم الصح بدأت اكتب كده، فالحمد لله قال لي ان كويس، عندي حاجات حلوة كتير الحمد لله. هو بيشجعنا بصراحة. ولما قلت له طب قولي ايه الصح في دول عشان اعمل صح، قال لي انت مش مطالبة تعملي صح، يعني المفروض ان احنا نفضل نجرب ونتدرب لغاية ان شاء الله ما يظبط معانا، مش لازم الكمال من اول مرة، كمال لله وحده. فان شاء الله يعني احنا كلنا بنتعلم، وان شاء الله يعني مع المحاولات بإذن الله الموضوع يتحسن وكله خير بإذن الله.